والدي يقول لي أنت بتشرب دخان قبل 27 سنة. طبعا طبيعة المسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يسرق؟ قال نعم. يزني؟ قال نعم. يكذب؟ لا يكذب. المؤمن لا يكذب. طبعا حلفت كذب اني ما ادخن، والحلف الكاذب هو اليمين الغموس. فوالدي متيقن اني انا ادخن. المصيبة الثانية اني رفعت صوتي على والدي عشان يصدقني. قال لي اذا كنت تدخن الله يكسر رقبتك. الله. قلت له ايوه، اذا كنت تدخن الله يكسر رقبتي. سيدنا يعقوب لما جاءوا ابنائه عشان يبكون قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هم يكذبوا أنفسهم. سيدنا يعقوب عارف أنهم كذبوا. ثاني يوم أبوي صحاني صلاة الفجر، خرج، رجعت نمت. بعدها استيقظت للمدرسة. وللأسف في كثير من الآباء يجي ابنه وقت الصلاة يقول لك طول الليل بيذاكر خليني أغطيه، هو بعد شوية حيصحى للاختبارات. هذا يربي ابنه وابنته للنار، لا حول ولا قوة، ويربيه له لكي يدخله النار. أتدري كيف؟ قال الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. الأب اللي يغطي ابنه وقت الصلاة هذا يربيه للنار ويكون خصمه يوم القيامة. لا حول ولا قوة. لكن إذا ما استيقظ للمدرسة إيش يصير؟ ممكن يضربه ويضرب أمه معه، صح؟ صحيح. لأنه مستقبل، أهم حاجة عنده المدرسة، مستقبل. فين مستقبل الآخرة؟ فبعدها ذهبت المدرسة، مش عشان المدرسة استيقظت، عشان نذهب إلى الشاليهات أنا وأصحابي. في مسبح مدرج 1.5 متر و3 متر. بعد ما شربت السيجارة قمت قفزت فيه. الله، التطم رأسي في الأرض، جسمي جاء على رقبتي انكسرت. الله في لمح البصر. أنا ذهبت إلى المدرسة وعندي تخطيط إني راجع بيتي، لكن المعلومة عندنا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لما قفزت في المسبح هنا أمر الله من فوق 7 سماوات. عبد الله بقى نعمة كن مشلول. كيف لو قال لي كن ميت؟ لا حول ولا قوة. بكلمة كن انتهى كل شيء. التطم راسي في الأرض، جسمي جاء على رقبتي انكسرت. يطلع الدم من أنفي ومن فمي. علميا إذا طلع الدم من الأنف ومن الفم نزيف، هذا موت. نعم. تحت الماء جلست ربع ساعة. أخوي يقول لي تركتك ورحت شربت دخان ورجعت. ربع ساعة؟ أقل شيء يقول لي ربع ساعة. تحت الماء؟ تحت الماء. طبيا وأنا صاحي يمكن 2.5 3 دقائق. حوالي الشباب يسبحوا ما قدرت أوصل لهم. بيني وبين واحد أقل من شبر أحاول أدقه ما قدرت. طلعت النسم اللي في صدري، مر علي شريط 18 سنة ونص اللي فات كله في لمح البصر. كل هذا ما له تفسير إلا قول الله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كيف الخلوات والغدرات، كيف ما خفي الله يعلم به. سبحان الله. يعلم السر وأخفى. هذا ما له تفسير إلا قول الله تعالى فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. هذا يا أخوان يا شيخي يا الحبيب، رأيت ذنوبي من أنا طفل صغير وأنا أحبي وأنا أمشي وأنا كل حياتك، كل شيء في لمحة كأنك تراه. يا الله، فيلم فيديو. أي نعم، مصغر باختصار. لا حول ولا قوة. دخل لي خوف شديد. تذكرت امرأة عجوز رأيتها أمامي رافعة يدها تدعي لي، كنت أعطيها صدقة ما تتجاوز 5 ريالات. كانت ترفع يدها وتدعي لي وهي تبكي. لما رأيتها شرح الله صدري، ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الله أكبر. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله. ما شاء الله. تشهدت، استنشقت ماء وهم عليها. طلعني أخوي بعد ربع ساعة يقول لي
قلبناك على بطنك ووشك ورا في ظهرك. انقلبت مرة فقرات مكسورة، الثالثة والرابعة والخامسة. ووجهك إلى قفاك مكان الأفعى. أي نعم. الله الله. نعم. لكن الله له حكمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنايع المعروف تقي مصارع السوء. مع أنه طبيا تحت الماء 4 دقائق يموت الإنسان دماغيا. نعم. بدون أكسجين. ولكن الله له حكمة عشان يأتي بي أمامكم الآن وتسمعوني. ما شاء الله. واللي يقول ما سمعت أكون حجة له أمام الله أو عليه. بارك الله فيك. أسأل الله أن